السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة سهلة وسريعة كالعادة. هنعمل مع بعض كرات البطاطس المحشية جبنة موتزاريلا وبعد كده مقلية. طيب الوصفة دي سهلة وسريعة جدا ولذيذة وتنفع للأطفال، هيحبوها قوي قوي ومغذية. طب يلا نشوف مكونات الوصفة مع بعض على طول، وهي مكوناتها سهلة جدا وبسيطة. معايا حبايتين من البطاطس متوسطة الحجم. البطاطس دي مسلوقة تمام، انا مقطعاها طرنشات بالمنظر ده كده عشان تتسلق في مية فقط. تمام. لما تيجي تسلقي البطاطس معلومة ليكي، بلاش تسلقيها كاملة على بعضها، اسلقيها كده قطعيها طرنشات، مش هتاخد معاكي دقيقتين 3 في السلق بمعنى الكلمة، بس طبعا تتحط على مية مغلية. معايا التوابل ملح وفلفل اسمر، ومعايا فصين توم مفرومين، وكمان معايا بقسماط ناعم، ومعايا بيضايه وجبنه موتزاريلا. طيب الجبنه الموتزاريلا دي ممكن نخليها جبنه شيدر او جبنه رومي مبشوره. تمام، يعني لو عندي ده او ده او ده مفيش اي مشكله. طب هنعمل ايه في البطاطس دي؟ طبعا زي ما قلنا تاني، البطاطس دي مسلوقه، مش معمول فيها اي حاجه غير ان هي مسلوقه في ميه فقط. تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟ ههرس معاكم البطاطس دي كده. بسم الله. ههرسها لحد ما انعمها خالص 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 بالشكل ده. هفضل اهرس فيها كده. تمام. ههرسها كويس قوي قوي وهرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا هرست البطاطس بالمنظر ده، نعمتها خالص خالص. بعد كده هضيف عليها معلقه ملح كبيره ومعلقه فلفل اسمر. تمام. عايزه ازود لها توابل تاني مفيش مشكله لو انت بتحبي نوع توابل معين، بس انا فضلت ان هي تبقى توابلها سهله وخفيفه كده، وما احطلهاش توابل اكتر من كده. وادي التوم. طبعا التوم مع البطاطس المهروسه بيبقى حلو قوي، حتى لو عملتوها بطريقه تانية غير كده التوم بيبقى حلو جدا مع البطاطس المهروسه. تمام. الوصفه دي حلوه جدا هتعجبكم، جربوها، وهي سهله جدا وسريعه، وفي نفس الوقت طعمها بيبقى لذيذ قوي وهتعجبكم جدا وهتعجب اطفالكم قوي قوي. انا كده الوصفه ما حطيتلهاش غير توم، فصين توم مفرومين. عايزه تقللي التوم شويه لو مش بتحبيه مفيش اي مشكله. حطيت ملح وفلفل اسمر فقط. هفضل اقلب كده البطاطس بالمنظر ده، ومش هعمل فيها اي حاجه تاني غير ان انا هقلبها كويس قوي كده. قلبناها كويس، البطاطس خلاص جاهزه. هنعمل ايه تاني؟ دلوقتي البطاطس دي انا هعملها كور. تمام. هاخد كده منها واروح مقلباها كويس كده في ايدي وهعملها كور. هنشوف مع بعض دلوقتي، وبعد كده هقليها. تمام. طيب هنشوف هنعمل لها كفر. طبعا بعد ما قلبت البطاطس كويس قوي مع الملح والفلفل الاسمر والثوم، دلوقتي هعمل ايه؟ هنسمي الله. طبعا ايدينا مغسوله ونظيفه. هنبتدي نعمل ايه؟ هنروح ماسكين حبه كده بطاطس. تمام. وهنروح مكورينهم كده ماشي، بحيث ايه؟ نعمل لها تجويفه. وهناخد شويه الجبنه الموتزاريلا بالمنظر ده كده. ماشي. طبعا ايه كميه زي ما انت عايزه. وهنبتدي نكور البطاطس كده على بعضها اهو كده. طبعا البطاطس بتبقى ناعمه جدا، مش بتحتاج مني اي وقت في ان انا اكورها وتطول معايا وكده، لان هي ناعمه. بصوا اهي. طبعا احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنكور البطاطس وبنحشيها جبنه موتزاريلا. هناخد مع بعض كده شويه بطاطس بالمنظر ده. البطاطس سهله جدا في تكويرها وما بتاخدش وقت خالص. هنجوفها كده. هناخد شويه جبنه موتزاريلا بالمنظر ده كده. ماشي. وبعد كده هنروح حاطين عليهم حبه بطاطس تاني، وهنبتدي نكور. بس عشان دي مش مفرومه كويس فكانت ناشفه. هنعمل ايه في البطاطس؟ هنبتدي نكورها كده بايدينا اهو. سهله جدا جدا في تكويرها. هعمل الكميه كلها بالمنظر ده، وبعد كده هرجع لكم تاني. البطاطس ما بتتكورش غير كده، بفضل ادحرجها كده في ايدي فبتلم معايا. شايفين اهي بقت عامله زي الكوره ازاي؟ تمام. هعمل الكميه كلها بالمنظر ده. ممكن اعمل معاكم واحده كمان اهي. طبعا الحجم اللي انت عايزاه، عايزاها صغيره
صغري شويه، عايزاها كبيره كبري، مفيش اي مشكله. هنجوفها كده وهنجيب فيها الجبنه الموتزاريلا، هنحط حبه تاني على الوش كده وهنبتدي نكورها بالمنظر ده اهو. شايفين؟ سهله جدا 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 وسريعه قوي. هعمل الكميه كلها بالمنظر ده وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا جهزت الكميه كلها اللي معايا، كورتها وجهزتها. طيب هعمل ايه تاني؟ هعمل كفر للبطاطس دي عشان طبعا البطاطس خفيفه، تمام؟ لو اتعرضت للزيت هتفك كلها وهتبوظ مني، فانا عايزه ادعمها شويه واتقل الكفر اللي من بره ده. فانا هعمل ايه؟ معايا بضايه هربها كده بالمنظر ده، ومعايا بقسماط ناعم. ادي البقسماط. طبعا بعد ما خلصت الكميه كلها زي ما قلت لكم معايا بضايه، تمام، من غير اي اضافات، ومعايا بقسماط ناعم. وفي اللحظه دي انا حاطه زيت في طاسه، زيت غزير على النار عشان يغلي وعايزاه يسخن جامد. طيب هنسمي اللي اول حاجه هنعمل ايه. احنا طبعا البضايه دي ربيناها كويس بالمنظر ده، خلاص احنا مش محتاجين المعلقه دي دلوقتي، ممكن نبعدها كده. دلوقتي انا هاخد اول واحده بسم الله وهنغرقها كده في البيض، تمام. زي ما قلنا خدنا البطاطايه عفوا، وبعد كده غرقناها في البيض كده، ومن البيض على البقسماط زي ما احنا بنعمل بالظبط في البانيه والحاجات المقليه لما بنعوز نعمل لها كفر، تمام. من البيض على البقسماط. حسينا ان الكفر خفيف ممكن نتقله شويه، هنروح عاملين ايه برضو بيض تاني وبعد كده بقسماط، تمام. بس هنعمل الكميه كلها كده بالطريقه دي، وبعد كده هنروح طبعا احنا قلنا الزيت غزير، هنقلي على طول وهنشوف بقى في الشكل النهائي هتبقى عامله ازاي. احنا كده عملنا اول واحده، تمام. بعد كده هعمل معاكم كمان واحده. مش قادره اقول لكم الوصفه دي بتبقى حلوه قوي ازاي بعد ما بنقليها. طبعا الجبنه اللي فيها بتسيح، بتبقى لذيذه جدا 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 هتعجبكم قوي قوي، وسهله جدا ما بتاخدش اي وقت. طبعا الكفر ده مهم جدا، ماشي. لو عايزه البقسماط ده يبقى حار مفيش اي مشكله. الكميه كلها هعملها بالمنظر ده، اظن انتوا خلاص شفتوا هي بتتعمل ازاي. هعمل بقى الكميه كلها اللي عندي، تمام، بالمنظر ده كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. حبيت اقول لكم على معلومه او ملحوظه كده بسيطه. وانا بعمل البطاطس في قلب البيت بعملها من كل ناحيه كده بالمنظر ده، بفضل اقلبها كده ليه؟ عشان تتشرب كويس، والبقسماط برضو نفس النظام يمسك فيها كلها، عشان لو قلتها وهي ما فيهاش حته بقسماط من ناحيه ممكن تفك مني، ممكن ما تظبطش مني. طب وعلى ايه؟ انا الفها كده كويس، بصوا شايفين؟ بلفها من كل النواحي بحيث البقسماط يبقى متملك منها كلها. قد البطاطس كلها جهزتها بالمنظر ده، شايفين شكلها بقى لذيذ قوي من غير ما تخلص. طبعا انا دلوقتي حاطه زيت على النار. اول ما الزيت بيغلي بعمل ايه؟ بوطي عليه، وبعد كده عشان طبعا البطاطس لو اتحطت على زيت مغلي جامد قوي ممكن الكفر يحمر بسرعه قوي وممكن يتحرق كمان، وانا مش عايزه كده، انا عايزه يبقى لونه ذهبي وكده وجميل. فانا وطيت عليه. بعد كده دلوقتي هنبتدي نروح نقليها، تمام، في الزيت. يلا بقى نشوف هنقليها وهتبقى شكلها عامل ازاي. ادي الزيت مغلي اهو، تمام، ومحطوط على النار. نبتدي نسمي الله وهنحط البطاطس. اول ما عمل طش كده يبقى احنا كده تمام، ده يدل ان الزيت مغلي بقاله شويه حلوين. طبعا البطاطس ما بعدش عنها ولا اروح ولا اجي، لان هي دقيقتين وهتتقلب الناحيه التانيه وبعد كده هتطلع. نكمل بقيه الكميه. نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنستخدم الزيت لان الزيت مغلي جدا، تمام. مش عايزين نملى
طبعا انا خلاص وصلت للكميه دي، مش هحط الكميه كلها عشان اسيب بروح للطاسه ان انا اعرف اقلب، لاني انا هقلب فيها بعد دقيقه كده، هقلبها على الوش التاني عشان تحمر من كل النواحي. تمام. طبعا الزيت بيغلي بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، ده يدل ان انا كنت حاطه الطاسه من شويه على النار لحد ما الزيت غلي، بس دلوقتي انا موطيه عشان ما تخشش على نار سخنه قوي فيبتدي الكفر يحمر بسرعه لدرجه ان هو يتحرق. هسيبها تاخد وش، وبعد كده اول ما تاخد وش هروح قلبها وهوريكم. شايفين شكل البطاطس دلوقتي انا قلبتها الناحيه التانيه، خلاص هي بقت لونها ذهبي كده وجميل. اول ما تاخد الناحيه التانيه تتحمر زي الشكل اللي قدامكم ده كده، تتحمر تحميره حلوه، يبقى لونها ذهبي كده خفيف حلو. ونخلي بالنا ونقف قدامها عشان ما بتاخدش وقت خالص. هنبتدي نطلعها على فوطه مطبخ اللي هي المناديل الورقيه. تمام. وهنسيبها تتشرب الزيت وتبقى جاهزه، وبالهنا والشفا. وتابعوا معايا ما تقفلوش الفيديو عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي في الشكل النهائي. وده الشكل النهائي للبطاطس بعد ما اتقلت، كرات البطاطس المحشيه بالجبنه الموتزاريلا. شكلها مشهي جدا جدا. عايزه اقولك وهي لسه سخنه كده الجبنه الموتزاريلا بتنزل منها وكانت لذيذه جدا. يلا قومي دلوقتي جربيها، هاتيلك بطاطستين كده قشريهم واحشيهم وعلى القلي وقليهم، وسهله جدا وسريعه ولذيذه، هتاكلي صوابعك وراها، مش هتندمي خالص انك جربتيها. ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا على استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.